أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لم يكن الفن التشكيلي في سوريا مجرد ممارسة شكلية أو متعة عابرة، بل ظل على الدوام مرآة للتحولات الاجتماعية والسياسية والوجدانية التي عبرتها البلاد عبر العقود. فمن دمشق إلى حلب ومن الحسكة إلى عامودة نشأت مدارس فنية متباينة بين الواقعية الرمزية والتجريد التعبيري، حملت في ملامحها صورة الإنسان السوري في قلقه وألمه وآماله. ومن قلب مدينة عامودة، تلك البلدة البسيطة التي تختزن في أزقتها الطينية رائحة الأرض وذاكرة الناس، خرجت أصوات حاولت أن تمنح للفن هوية محلية ممتدة في جذورها ومنفتحة في رؤاها. في هذا السياق يبرز اسم الفنان كولوز سليمان كصوت تشكيلي مميز اختار أن يجعل اللوحة فضاء للحوار بين الألم والأمل، بين الواقع والحلم، جامعا بين الحس الإنساني العميق والدقة التقنية العالية، وبين الرؤية الرمزية والبعد الوجودي. قبل أن أتحدث عن سيرة وحياة ضيفنا لهذه الحلقة الفنان كولوز، سنستمع لمداخلة للفنان التشكيلي السوري المقيم في ألمانيا عن تجربته وصداقته وعن الفن الذي مارسه كولوز. فلنستمع ما سيقوله لنا فنان تشكيلي ماهي. حقيقة كولوز صديق مخلص لأصدقائه كما لفنه. التقينا أول مرة في معرض مشترك في عامودة، وتكونت من حينها بيننا علاقة صداقة قوية. كان يجمعنا الفن. عند زياراتي المتكررة له في مرسمه المتواضع على سطحه في حي الكلاسة في الحسكة، كان يدهشني كولوز بعناده واستمراره في الرسم والعمل رغم ظروف حياته القاسية ومآسي الحرب. لم يكن في كثير من الأحيان يملك ثمن المواد والكنفاس فيرسم على الورق، أية ورقة. كان يقول لي: يا صديقي، لو فقدت حتى الورق ابحث في الحاويات عن أي كرتونة أو ورقة وارسم عليها، المهم أن لا تتوقف، فقيمة العمل لا تأتي بفخامة المواد بل بصدق أحاسيسك وبساطة موضوعك، ولا تخجل أبدا من لوحتك فلوحتك هي أنت. من خلال متابعة لأعماله الغزيرة، كولوز يتميز بتنوعه الدائم في الأساليب والمواضيع وابتعاده عن الثبات والتقليد بوعي تام. لا يقف عند حدود وأسلوب معين. لا يؤمن بأن الفنان يجب أن يكون له أسلوب يميزه. هو يرى في هذا الثبات نوع من الموت البطيء. كان يقول لي: الحياة الفنية تقاس يا صديقي بقدرة الفنان على التبدل واكتشاف الذات في كل مرحلة جديدة. حقيقة كولوز لا يتبع الموضات الفنية بل يختار طريقته الخاصة مبتعدا عن الصيحات العابرة التي تفرغ الفن من صدقه. بالنسبة له المعاصرة ليست في الشكل بل في الروح. كان دائما ينصحني بالإيحاء في اللوحة والبساطة، وكأنه كان يجد في ذلك قوة تجذب المشاهد وتشغل تفكيره دون ملل. كما أنني عرفته موسوعة في عالم الفن التشكيلي. ما عليك أن تفتح معه موضوعا عن الفن فيفتح معك نقاشا طويلا ممتعا عن الفن، كأنه يقول لك: يا صديقي، هذا هو عالم السحر الذي يغويني. هو يحب التنوع كثيرا، وتنوعه ليس تشتتا بل جوهر طريقته في الرؤية. يتعامل مع كل الخامات، فكل خامة لديه كائن حي له لغته ونفسه، وفي كل تجربة تراه يبحث عن أثر مختلف، عن نغمة جديدة في صوته البصري. تجده أحيانا يقترب من الواقعية، وأحيانا من التجريد، وأحيانا من الحلم،
ولكنه في كل تجربة يظل وفيا لفكرته الأساسية أن الفن مساحة حرة للبحث عن التعبير والتأمل، لا يسعى إلى أن يشبه أحدا سوى ذاته، هو يسعى إلى اكتشاف حاله ومن يكون في كل عمل جديد. كولوس بالنسبة للفنانين تأثر كثيرا برحيل صديقه الفنان التشكيلي محمود مجدل الذي كان يعمل في دمشق وكان مطلوبا من الحكومة السورية لخدمة الجيش، وهناك استشهد بعد أن أوقفوه في إحدى الحواجز. هنا في ألمانيا أثناء زيارتي لبعض الفنانين ومن بينهم الفنان الكردي المشهور المعروف في أوروبا بهرام حاجو، وأثناء حديثنا عن كولوس أثنى وأبدى إعجابه بأعمال كولوس وتجاربه وقوة خطه وريشته. حقيقة كان بهرام حاجو معجبا به، وهذا ما أسعدنا نحن الاثنان. أتمنى لصديقي كولوس دوام التوفيق والنجاح. ولد كولوس سليمان الخامس من آذار عام 1973 في مدينة عامودة، تلك البلدة التي تتعانق فيها السهول مع الأفق الرحب والتفيض بالضوء والسكينة. نشأ في عائلة متوسطة الحال جذورها تمتد في أرض تعرف البساطة أكثر مما تعرف الرفاهة. كان والده سليمان رحمه الله رجلا درس الفقه، يحمل في صوته نبرة الحكمة وفي عينيه هدوء من عاش بين الكتب ووجد في المعنى ملاذا، لكن القدر لم يمهله طويلا فغاب باكرا تاركا خلفه أما صلبة حملت عبء الحياة كما تحمل الجبال على الأكتاف، وواجهت غياب الزوج بثبات يشبه الإيمان الصامت. وتحت سقف واحد عاش 8 أبناء، 5 أخوة و3 أخوات، لكل منهم طريقه الخاص، كأنهم فروع شجرة واحدة اتجهت نحو الضوء من زوايا مختلفة. كانت الحياة قاسية أحيانا، لكنها لم تخلو من دفء إنساني جعل البسطاء قادرين على الحلم رغم ضيق اليد. لم تكن العائلة فنية بالمعنى الأكاديمي، لكنها حملت في طياتها حسا جماليا فطريا. كان الشعر يمر بينهم مثل نسمة خفيفة، والخط العربي يقدر لجماله أكثر من معناه، والرسم والديكور يظهران في التفاصيل الصغيرة، في ترتيب البيت، في الألوان التي تختارها الأم، وفي الملاحظات الدقيقة التي لا ينتبه إليها سوى من يرى الفن في الحياة اليومية. هكذا تشكلت بيئة هادئة ومتواضعة، لكنها غنية بالذوق والخيال. فكان من الطبيعي أن يولد فيها من يرى في الخط والظل والفراغ معنى أبعد من حدود الورقة، ومن وسط تلك التباينات العائلية وذاك النسيج الحياتي المتعدد خرج كولوس سليمان حاملا حسه الخاص، مزيجا من تأمل الأب وحنو الأم ومن صمت الأخوة وصبر الحياة. ويطلق اسم كولوس على النمط من الأزياء الكردية التقليدية التي تمتاز بالألوان المشرقة والبريق الزخرفي، وغالبا ما ترتدى في المناسبات والأعراس والأعياد، أي حين يراد لللبس أن يعكس البهجة والوجاهة والاحتفاء بالحياة. هو اسم بدا لاحقا متسقا تماما مع شخصية الفنان التي جمعت بين الأناقة البصرية والعمق الإنساني. في تلك البيئة المتواضعة التي جمعت دفء الأم وصمت الكتب خلفها الأب، بدأ كولوس يفتح عينيه على العالم بطريقة مختلفة. لم يكن يرى الأشياء كما يراها الآخرون، بل كما يشعرها. كانت الخطوط الأولى على الورق محاولات خجولة، لكنها كانت تحمل شيئا من التأمل العميق، وكأن اليد
تبحث عما يعجز الكلام عن قوله. منذ اللحظة الأولى لم يكن قلم الرصاص أداة بالنسبة له، بل رفيقا كان يلمسه كما يلمس كائن حي، يصغي لخشخشة الرصاص على الورقة كأنها همس بينه وبين العالم. هناك في الزاوية الهادئة من البيت كان يرسم الأشياء الصغيرة، كوب الماء، قطعة الفخار، ثم الوجوه التي تمر وتختفي. ومع كل خط كان يتعلم أن الرسم ليس إظهار الشكل بل استحضار الوجوه. لم يكن الفن طريقا ممهدا أمامه، فالحياة دفعت أخوته إلى مجالات مختلفة بين العمل والدراسة والالتزامات، لكنه ظل يحمل تلك الشرارة التي لا تخبو. وفي حين انشغل الآخرون ببناء مستقبلهم الواقعي، كان هو يحاول أن يبني عالما آخر على الورق، عالما ساكنا لكنه حي، رمادي اللون لكنه عميق بالضوء. شيئا فشيئا صار الفن بالنسبة له نوعا من التأمل، لا بحثا عن الشهرة أو الإتقان، بل سعيا نحو الفهم. والفهم عنده ليس فكرة عقلية بل حالة وجودية، كيف يتحول الضوء إلى ظل، وكيف يصبح الفراغ جزءا من الحضور، وكيف يمكن للجماد أن يتكلم إذا صمت العالم. ومنذ تلك اللحظة بدأت رحلة كولوز الفنية، رحلة لا تشبه مسارا أكاديميا بل تشبه سيرا صامتا نحو الداخل. أعزائي المشاهدين، مرة أخرى نعود لاستماع مداخلة من الفنان السوري العالمي الأستاذ بهرم حاجو، وهو يتحدث لنا عن تجربة كولوز، فلنستمع ما سيقوله لنا الفنان بهرم حاجو. مساء الخير. أنا حبيت أن أحكي كم كلمة عن فن كولوز. كولوز فن يعني حديث وشاب، وشاب لسه بأوائل عمره، وبالحقيقة عم يحاول إنه كتير إنه بيتطور أو يطور نفسه. هو حاول يعني إنه ياخذ كل أساليب الفن من الانطباعية حتى التعبيرية، وبعدين التجريدية، وحتى التكعيبية في بعض أعماله. وعم بلاحظ أنا لأنه أنا دائما بشوف أعماله، بالحقيقة عم بتابع أعماله، إنه عنده طاقة ويشتغل على حاله كتير، وبيحاول ويجرب إلى ما بيشوف له طريقة أو أسلوب خاص فيه. ولكن هذا يحتاج إلى وقت طويل جدا، لأنه لساته بأوائل عمره، وأنا متأكد إنه الشاب هذا راح يصل لنتيجة، وراح يصل لنتيجة جيدة، وراح يطور حاله. وأنا بهنيه وأتمنى له كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله راح يصل لحقوقه أو لحقه الفني مثل ما واحد بيقول. درس كولوز الابتدائية في مدرسة رابعة العدوية في مدينة عمودة، ثم واصل دراسته في مدارس سليم السيد وأبو العلاء المعري في الثانوية، حيث كان يوازن بين الدروس الأكاديمية وشغفه المتزايد بالرسم الذي تسلل إلى دفاتره المدرسية على شكل خطوط وظلال ورسوم رمادية تعبر عن عالمه الداخلي. لاحقا اختار دراسة اللغة العربية ليصبح معلما، وهو خيار بدا بعيدا عن عالم الفن التشكيلي، لكنه كان في العمق مكملا له، فقد وجد في اللغة مرآة أخرى للروح وفضاء موازيا للوحة، فكلاهما يبحث عن التعبير، إحداهما بالكلمة والآخر باللون. لم تتح له الظروف دراسة الفن أكاديميا، كان ذلك بالقراءة والاطلاع على كتب الفن التي كان يقتنيها بشغف الباحث عن اللؤلؤ في قاع البحر، فكان ثقافة تشكيلية واسعة
دعمها بالبحث والتجريب الذاتي. في مطلع التسعينيات أقام كولوز معرضه الأول في مدينة عامودة، وكان ذلك حدثا فارقا في مسيرته الحياتية والفنية. لم يكن مجرد عرض للوحات، بل إعلانا عن ولادة صوت جديد في الساحة التشكيلية المحلية. في تلك المرحلة تأثر كولوز بالرسم الكاريكاتيري، وجعل من الفن موقفا قبل أن يكشف أن اللوحة أعمق من أن تكون أداة مباشرة للتعبير. أدرك أن الفن ليس وسيلة لشرح الفكرة، بل كائن حي ينطق بصمته. ومنذ ذلك الحين بدأ وعيه الجمالي يتطور نحو التعبير، حيث لم يسعى إلى تقليد الشكل بل استنطاق إحساسه الداخلي. نبقى الآن مع ضيفنا لهذا اليوم الفنان كولوز سليمان ليتحدث لنا عن الفن، فلنستمع ما سيقول لنا هذا الفنان كولوز. أعتقد أن جميع الأعمال البشرية تسير في خط واحد، وسيلة تؤدي إلى غاية. يأتي الفن في الطرف الآخر ليكسر هذه القاعدة، حيث تصبح الوسيلة هي الغاية نفسها، وبذلك يكتسب الإنسان حريته. الفن يطلب الخلود، ولكن ليس بمعنى أن يبقى العمل خالدا ماديا، بل هو شعور يكتسبه الفنان والمتلقي حين يختبر الحرية المطلقة للفعل الفني. الأثر المادي، اللوحة، الخط، اللون، حتى الصوت، هو مجرد علامة، مثل عطر يلمح إلى الخلود، لكنه ليس الخلود نفسه. فالخلود الحقيقي مثل زهرة لا يمكن لمسها أو تجسيدها، بينما العطر هو ما يصلنا من هذه الزهرة. يستطيع الفنان أن يقترب من تلك الزهرة ويشم العطر، ثم يحوله إلى جسم المرئي، إلى علامة عن تجربة يلمح للخلود دون أن يمتلكه. ومن هذا المنطلق أعتقد بأن الفن هو لعب يشبه لعب الأطفال، فهو لعب طفولي حر وممتع بلا هدف منفعي. فالجدية المفرطة كما هو معلوم تحول العمل إلى مادة صلبة تبعده عن الخلود، وتجعل الأثر مجرد شيء موجود في العالم الواقعي. فهذا اللعب الطفولي هو ما يحافظ على صلة العمل بالروح والمطلق، ويجعل أثره أو العطر ممكنا للآخرين. وإذا نظرنا إلى الفن من زاوية أخرى، نجد أنه يتقاطع مع مفهوم الصوفية في التحرر من الضرورة والغاية، لكنه يختلف بوجود ذلك الأثر المادي التي تجعل تجربة الفن قابلة للمشاركة، لكنها لا تعطي الخلود كما قلنا، بل هو تلمح إليه فقط. بالنتيجة يتحرر الفن من المنفعة، يجمع بين اللعب الطفولي والحرية المطلقة، ويترك أثرا ماديا يلمح للخلود الذي لا يتجسد. فالفنان الحقيقي ليس صانعا، بل خاطفا للعطر، يقترب من الزهرة دون أن يمتلكها، ويترك للآخرين بوابة صغيرة نحو المطلق. مع مرور السنوات لم يعد الفن عند كولوز مجرد تدريب على إتقان الشكل أو التحكم في التظليل، بل صار بحثا عن المعنى من خلال البساطة. اكتشف أن كل ما هو معقد في الحياة يمكن أن يختصر في تدرج رمادي واحد، وأن الجمال الحقيقي لا يحتاج إلى زينة بل إلى صدق في الملاحظة وصبر في الإصغاء لما يقوله الضوء. هكذا ولدت في داخله فكرة الواقعية البسيطة، الواقعية التي لا تسعى إلى محاكاة العالم كما هو، بل
إلى الإمساك بروحه حين يهدأ، واقعية تبنى على الظل والنور لا على اللون، وتؤمن أن لمسة واحدة من الضوء قد تكون كافية لتوقظ المشهد كله، وأن الفقر في اللون غنى في الرؤية، وأن الغياب أحيانا أبلغ من الحضور. تأثر كولوز بعوالم الطبيعة الصامتة ليس من باب موضوعاتها بل من سكوتها، تلك المساحات التي يتوقف فيها الزمن ويصير الضوء فكرة هي ما كان يبحث عنه. الرسم بالنسبة له لم يعد تصويرا لما أمام العين بل تذكرا لما لا يرى، وفي هذا التذكر اكتشف أن الفن ليس مهنة ولا مهارة بل حالة من الإصغاء العميق للعالم، كما لو أن الورقة نفسها تناديه ليعيد ترتيب صمتها. في نهاية التسعينيات أدرك الفنان كولوز أن الرسم ليس فعلا بصريا فقط بل جسد يفكر، اليد لا تنفذ بل تشارك في الفكرة، الكتف، المعصم، التنفس، كلها تدخل في حركة الخط، حيث يمسك قلم الرصاص لا يمسكه كآلة بل ككائن حي له طبيعته ومزاجه وتاريخه الخاص. كان يؤمن أن كل أداة تحمل روحا. قلم الرصاص عنده صديق من معدن وخشب وذاكرة، كل شحذ له طقس، كل انكسار له حكاية. ومع الوقت صار يرى أن العلاقة بين الفنان وأداته تشبه العلاقة بين الراهب وصلاته، لا تكرارا بل اقترابا مستمرا من النقاء. الصديقة العزيزة والفنانة التشكيلية السورية سولين أوسي أيضا شاركتنا بمداخلة لتتحدث عن كولوز وفنه وتجربته، فلنستمع ما ستقوله لنا الفنانة سولين. أكيد أنا سعيدة إنه رح أتحدث عن الفنان كولوز، هو بالنسبة لي صديق رائع جدا كمان. بصراحة الفن عند الفنان كولوز عم يجذبني كتير. اللوحات تبعه عم يرسمها بطريقة مختلفة جدا عن الفنانين التشكيليين في شمال شرق سوريا أو بسوريا كمان. فينا نحكي عن الأسلوب تبعه والفن تبعه، هو كمان عم يرسم بطريقة مختلفة كتير. بصراحة هالاختلاف ما اجى عن عبث، الاختلاف اجى من تجربة، والتجربة كمان اجى من تجارب يعني لحتى صارت هالتجربة الحلوة. الفنان كولوز عم يرسم بطريقة أنا بالنسبة لي عم بشوف إنه فيني قارن بينه وبين الفنان فان كوخ. الفنان فان كوخ كمان هو عم يرسم بطريقة نوعا ما قريبة عليه، بس أنا بالنسبة لي الفن اللي عم يرسمه الفنان كولوز هو أفضل وأجمل وأروع من أسلوب الفنان فان كوخ. حتى عم يستخدم فيها ألوان كتير حلوة، تفاصيل كتير حلوة، طريقته بالرسم كتير حلوة بصراحة. هلا بدنا نحكي عن الفن بشكل عام. الفن له 3 مسارات اللي هو الذات، الموضوع، المتلقي. الفنان كولوز عم يعطي الحرية ل3 نقاط الموجودة بالفن اللي هو الذات، الموضوع، المتلقي. بصراحة هلا في استاذ مثلا، في كتير فنانين، في كتير اساتذة عم يشتغلوا بالفن، ولكن عم ينقصوا يعني ما عم يعطوا ال3 نقاط حقهم. الفنان كولوز انا بالنسبة لي عم يعطي النقاط الفنية حقهم. يعني بالنسبة لي الفن عند الفنان كولوز هو فن رائع جدا، وكتير أنا عم يخليني انجذب للوحات لأنه الطريقة مختلفة والتفاصيل حلوة والألوان كتير حلوة. فأنا عم بشوف اللوحة ليست بس فقط مجرد لوحة، يعني فيها كتير قصص، فيها كتير شغلات حلوة، فيها تفاصيل حلوة. أنا ما فيني يعني غض النظر عن أي لوحة من لوحات الفنان كولوز، وأنا عم استنى بشغف كل يوم اللوحة اللي عم يرسمها الفنان كولوز بس أشوف اللوحة. يعني بصراحة الله يعطيه العافية، شكرا كتير للفنان كولوز وبتمنى له كل التوفيق يا رب.
اسمه عند كولوز لم يعد عملا ينجز، بل حالة من الإصغاء الطويل. حين يرسم لا يسعى إلى النتيجة بل إلى التجربة نفسها، إلى ذلك التوازن الدقيق بين الخط والفراغ، بين السيطرة والاستسلام. الجسد عنده منفصلا عن الآدات بل هو امتدادها، فاللوحة عنده ليست إعلانا عن مهارة بل أثر لمحادثة حدثت بين الإنسان والمادة، بين الحياة والرماد. في هذا التفاعل العميق ولدت فلسفته الفنية. إن الفن ليس سعيا للسيطرة على العالم بل محاولة لفهمه من خلال الأثر، وأن الجمال لا يصنع بل يكتشف حين يتوقف الفنان عن الكلام ويبدأ الخط بالحديث. هكذا صار الرسم عند كولوز صمتا حيا، والجسد أداة تذكر، والقلم شاهدا على عبور الزمن بين يد وورقة. مع نهاية التسعينيات وبداية الألفية رسم كولوز لوحته الشهيرة الطفل الذي يبكي خلف النار. طفلا يجلس خلف نار تشتعل في الظلام، ومن وسط اللهيب تنبثق وردة حمراء زاهية في رمزية تجسد جدلية الألم والنور، الصمت والصراخ، الانكسار والإصرار. ومنذ تلك اللوحة صار يؤمن أن الفن ليس تقنية باردة بل تجربة وجودية تعكس توتر الروح مع العالم. اتجه نحو الأسلوب التعبيري الذي سمح له بمحاكاة الإنسان والطبيعة بروح تتجاوز المحاكاة السطحية. في أعماله يتداخل الضوء بالظل واللون والألم والملمس بالذاكرة. كل لوحة عنده ليست مشهدا بصريا فحسب بل نصا مفتوحا يقرأه المتلقي بطريقته. في العقد الثاني من الألفية عام 2011 و2015 وفي ظل التوترات السورية صاغ كولوز رؤيته الفكرية في نص سماه مانيفستو طلب المستحيل، وفيه عبر عن إيمانه بأن الفن رحلة لا تنتهي نحو المثال الجمالي، يطلب المستحيل لأنه يرى أنه من الممكن لا يكتمل إلا حين يولد من رحم المستحيل. بالنسبة له عدم الرضا هو سر استمرار كل تجربة فنية حقيقية تبدأ من الصدق. يؤمن بالتجريب على مختلف الخامات، لكنه في الوقت ذاته يركز على العلاقة الحميمة بين الفنان والمادة، معتبرا الخامة ليست أداة محايدة بل صديقة حقيقية تكشف له إمكانياتها إذا صدقها. ومع مرور الوقت لم يكن الفن عند الفنان كولوز مجرد مهنة أو هواية بل حالة وجودية وروحية. كلما تقدم في تجربته أدرك أن الرسم يشبه الصلاة، وأن الورقة ليست سطحا أبيض بل محراب صغير يقف فيه ليصغي إلى العالم. هناك بين الخطوط الرمادية كان يبحث عن المعنى لا ليفسره بل ليقترب منه، كما يقترب المتصوف من السر بخطوة بطيئة وصدق عميق. نبقى أو نعود مرة أخرى لصديقنا الفنان كولوز ليتحدث لنا عن علاقة الفنان بالرسم، فلنستمع ما سيقوله لنا هذا الصديق. أثناء الرسم تصبح العلاقة أكثر ودية دون رسميات. اللوحة هي عبارة عن مساحة، هذه المساحة يمكن ملئها بأدوات هي نفسها أدوات الرسم. والحقيقة أن أدوات الرسم
هي وسائل للوصول إلى غايات جمالية وإبداعية من خلال مشهد. هذا المشهد قد يعبر عن حالة من الصفاء والود أو حالة درامية، وفي كلا الحالتين الفن يلامس الوجدان ويلامس العاطفة، سواء عند الفنان نفسه عند الرسم أو حتى عند عرض هذه الأعمال على الجمهور. أظن أن الفن كهدف نهائي له هو جعل الحياة أكثر وضوحا وأكثر قبولا، لأنه يضيف إلى الحياة وجها آخر. هذا الوجه الجديد هو نفسه القديم ولكن بصيغة أخرى، وبالتالي يمنع عنا الملل ويمنع عنا الرتابة التي نتعود عليها في حياتنا اليومية. الخامة التي استعملها الآن هي خامة الرصاص، وهي خامة معروفة لم تأخذ حقها بشكل جيد، رغم أن هذه الخامة قديمة منذ مئات السنين ظهرت، وكانت تعبر عن أعمال أو دراسات للفنانين قبل البدء بالأعمال النهائية. ولكن في العصور المتقدمة أو في العصر الحديث أصبحت هذه الخامة مستقلة، وأصبحت هناك أعمال وفنانين مختصين بهذه الخامة، ليست كدراسة إنما كأعمال فنية قائمة بذاتها. الرصاص يتميز بحس معدني بالإضافة إلى حس صخري، وبالتالي هو يجمع بين قساوة الصخر ولمعان المعدن، يجمع بين النقاط، وهذا ما يحتاجه الفن بشكل عام، وهو جمع بين أمور قد لا تجتمع في الحياة العادية. يتميز الرصاص بحالة أنها يجعل المشهد عبارة عن درجات أو تونات قريبة من الألوان، أو هي تونات تعبر عن الألوان دون وجودها أو دون وجود الألوان، فيضيف حسا دراميا إلى العمل وحسا ساحرا من خلال مشاركة المتلقي في تخمين اللون أو في قراءة اللون دون وجوده أو دون حضوره بشكل مباشر. الطبقات التي أرسمها عبارة عن تأكيد على الظل وأيضا تأكيد على النور في الوقت نفسه، فكلما ازدادت العتامة زاد الضوء لمعانا حول تلك العتمة. يبقى أن أقول بأن ليست هي اللوحة وليست هي الأداة، إنما العملية لا تكتمل إلا بأركان العمل الفني، الفنان والمتلقي. الرسم عنده أقرب إلى شعر
صامت لا يقال بالكلمات بل ينقش بالسكوت، كما يرى الشاعر ما وراء اللغة يرى هو ما وراء الشكل. في كل لوحة يحاول أن يمسك باللحظة التي يكون فيها الضوء فكرة والظل إحساسا بالجماد، كائنا يتنفس من داخله. إنه لا يرسم الأشياء بل يرسم العلاقة بينها وبين الحضور والغياب، بين الشيء وظله. في طريقه الفني لم يبحث كولوز عن التصفيق بل عن الطمأنينة، عن ذلك الصمت الذي يشبه الرضا حين يشعر أن العمل اكتمل، لا لأنه انتهى بل لأنه استقر في داخله. شارك الفنان كولوز سليمان في معارض خاصة وجماعية داخل سوريا وخارجها، عرض فيها أعماله التي تعكس توتره الداخلي ورغبته في التقاط نبض الحياة اليومية. لم يكن هدفه الشهرة كما ذكرت أو التسويق، بل جعل من المعرض مساحة للتواصل مع الناس ومشاركتهم رحلة البحث عن الضوء وسط الظلام. يرى كولوز أن الأبدية ليست في السماء البعيدة بل في الطريق المألوف، حين يرى بعين جديدة في الممرات التي عبرناها 100 مرة، وفي الجسور التي تربط بين الضفتين، وفي الغرف التي سكنها الصمت طويلا. هناك في الأشياء الصغيرة التي لا ننتبه إليها يسكن الزمن الحقيقي. كل باب مغلق يخفي وراءه ذكرى، وكل جدار يحتفظ بظل من مر يوما، وكل ممر خيط يربطنا بما كنا عليه وما سنكون. الأبدية عنده في السكينة وفي اللحظة التي يتوقف فيها كل شيء ليصغي إلى نفسه. الطريق ليس وسيلة بل إقامة مؤقتة في قلب الزمن. كلما رسم ظلا أو خطا شعر أنه يلمس تلك الأبدية الخفية التي تمر بين الأشياء ولا ترى. الأبدية ليس وعدا بالمستقبل بل حضورا في الآن، في الفضاء الذي يجمع الضوء والظل، الحياة والموت والبداية والنهاية في لحظة واحدة من الصمت. أعزائي المشاهدين، قبل أن أنهي الحلقة نعود مرة أخرى لنستمع إلى صديقنا وضيفنا لهذا اليوم الفنان كولوز فيما سيقوله لنا وللمشاهدين. أود أن أقدم بخالص شكري وتقديري لمقدم البرنامج صديق الشاعر مروان شيخ على استضافته الكريمة وإتاحة الفرصة لي لمشاركة تجربتي الفنية على هذه القناة، التي أود أن أشكرها أيضا قناة روجافا على جهودهم المميزة في إعداد الحلقة وإبراز محتواها بشكل رائع. كما أود أن أشكر جميع الأصدقاء والمشاركين الذين أضافوا للحلقة روحا من الحوار الودي والإبداعي وجعلوا تجربتي تجربة أكثر ثراء وإشراق. أعزائي المشاهدين، قنديلنا لهذا اليوم كان الفنان التشكيلي الكردي السوري كولوز سليمان، الذي يحول بألوانه صمت اللوحة إلى حكاية تنبض بالإنسانية والجمال. ليس مجرد اسم في الفن السوري بل هو ذاكرة متحركة وعيون ترى ما تعجز الكلمات عن وصفه. حاولت في هذه الحلقة أن أفتح نافذة على عالمه وإبداعه. إلى هنا أصل بكم إلى نهاية رحلتنا، على أمل أن نلتقي بقنديل جديد في برنامجنا قناديل على قناة وفضائية روجافا. إلى اللقاء ودمتم بألف خير.